مساء الخير. بدي اتشكر حضوركم جميعا. بدي اتشكر بدي رحب بكل الاعلاميين والصحفيين والتلفزيونات والراديويات وكل الناس اللي موجودين، ملحنين، شعراء، موزعين. اولا اهلا بيكي في مصر واهلا أهلاً ومبروك فيك. النجاح للالبوم. عايز اسالك عن اسامي معينه بتتعاملي معاها زي طارق مدكور وسمير سفير من لبنان. الاسامي دي طبعا يعني معاكي من فتره طويله، وعايز اعرف بتمثلك ايه، لان كمان كان في اقاويل انك كنت هتتعاملي في الالبوم دوت مع الاستاذ حلمي بكر وتم نشر الكلام دوت. عايز اعرف هل كان فعلا الكلام ده جد ولا لا. تم الاعلان من الاستاذ طارق مدكور ان كان في اغنيتين وما اعلنش اغنيه بتفكر في ايه اللي هي الهيد. يعني كان هو في 3 اغاني لطارق في الالبوم، اغنيتين تم الاعلان عنهم قبل كده واغنيه واحده لا. هل كنت قلقانه من ان اسم الالبوم يتسرب او ان تبقى الهيد تتسرب؟ مثيلي. اول شيء هيدا شرف الي انه غني من الحان استاذ حلمي بكر. اي ساعتي اللي كان، اذا هلا او اذا بعد سنه او اذا اي وقت اللي كان انا جاهزه، وهيدا شرف كبير الي. بالنسبه لسمير سفير ولطارق مدكور، اول شيء طارق، خليني احكي عن طارق من الاشخاص يلي وقفوا حدي من اول ما بلشت، وانا بعتبره انسان كتير شاطر وكتير ذكي، لانه بيعرف يختار لي دايما الاغاني يلي ما بتشبح، يلي يعني اخصمك ونص كانت محطة بحياتي. كان في اكيد اخصمك قبلها، اخصمك مش لطارق، بس ونص كانت يعني عرف طارق كيف ينقلني من اخصمك ونص بطريقة كتير ناجحة، ويعني انسان بيفهم انا شو بدي بلا ما اقول له، يعني درسني، بيعرف انا هالسنه شو لازم نزل والسنه اللي بعدها شو لازم نزل وكيف لازم انقل نقله من اغنيه للثانيه. يعني سمير سفير من الملحنين بلبنان اللي انا بيعجبني حسهم كتير، هو وسليم سلامه اللي اشتغلت معه كمان. سمير سفير عطيني 4 اغاني بهذا الالبوم، سليم سلامه عطيني 2، من بيناتهم في وحده اسمها لمسه ايد رح تتصور قريبا. يعني انا بطبعي وفيه، وبس اشتغل مع شخص وانجح بحب ارجع عيد يعني التجربه مره واثنين وثلاثه. محمود خيامي وقتها عمل لي غنيه لا لسه ما حبيتكش، كانت من الاغاني اللي بفتتح فيهم الافراح والحفلات، فهلا غير لي ستايل، يعني عطاني اغنيه اسمها وانا بين ايديك كومبليتلي، يعني غير ستايل، اغنيه كلاسيك رومانس رح تتصور قريبا كمان مع سعيد المروق. البومات الصيف لما بتنزل بتبقى اغانيها سريعه وخفيفه يعني. حسينا ان نانسي طلعت ده من حساباتها شويه وهي شغاله على الالبوم، يعني كانت مركزه في شكل الاغاني اللي هينزل اكتر من يبقى ملائم لجو الصيف. فعايز اعرف كنت قاصده تعملي ده وتاثير ده على اللايف هيبقى ايه؟ هل هيبقى ده ليه تاثير على حفلات اللايف خصوصا في الصيف ولا لا؟ انا عودت الناس دايما انه نزل البوم متنوع، يعني انا دايما ما بعمل البوم فيه ستايل واحد. عندي بتفكر في ايه اغنيه ايقاع وبيت، عندي بلديات بيت شعبي، عندي سهرني سهر، عندي اكثر من 5 6 اغاني بيت و5 6 اغاني كمان يعني في الكلاسيك الرومانس والدراما. يعني انا عودت الناس دائما انه كل سنه بنزل البوم يستمتعوا يعيشوا بالالبوم كل الحالات اللي بيعيشوها الناس، الدراما بالحب، الفرح بالحب، الحب الدلع بالحب، يعني كل شيء. موضوع مش كبير وعيبك بتفكر كتير، بحبك كلمة وسهلة مش مستاهلة
دخلت قلوبنا من اول ظهور ليها، ولما دخلت غيرت موازين كتير في الوسط الفني. دلوعه، خفيفه، وكمان شقيه. معانا النهارده على ميلودي النجمه اللبنانيه نانسي عجرم. نانسي اهلا بيكي على ميلودي. اهلا بيك. وانا بين ايديك محتاجة ايه؟ في حاجة اكبر من كده، وانا عمري كنت احلم في يوم اعيش حياة بالشكل ده وانا بين ايديك. الف الف مبروك على الالبوم، وقولي لنا بقى الموضوع خد قد ايه منكم؟ الألبوم أخذ 2.5 سنين تقريبا. كان ألبوم يا طبطب نازل له شي 6 شهور. ابتدينا في الألبوم الجديد اللي هو بتفكر في ايه. أخذ 2.5 سنين، يعني اختيار الأغاني واسمع، ارجع عيد، ارجع سجل، ارجع عيد تاني، ارجع وزع، نرجع نعيد التوزيع. يعني أخذ وقت وجهد وتعب كتير، بس الحمد لله خلص. الف مبروك على الالبوم. وقولي لنا بقى، دايما معاكي الملحن سمير سفير والموزع طارق مدكور، تقريبا دايما في اي عمل جديد لنانسي عجرم بيبقوا موجودين. يا ترى انت بتتفائلي بيهم ولا انت بيعجبك شغلهم؟ بيعجبني شغلهم اكيد، مش بس هن يعني يعني عادة له حصة طارق كل سنة بالألبوم. يعني أهو نص، يا طبطب، ياي سحر عيونه. يعني في كتير أغاني نجحت معي، كانت من توزيع طارق مدكور. بحس دايما إنه بيعطيني شيء جديد، وبيفهم دايما أنا شو لازم غني بالألبوم اللي جاي. مثلا ما توقعت أبدا إنه غنيت بتفكر في إيه تكون غير ستايل كليا عن يا طبطب وعن أهو نص وعن كل الأغاني اللي هو وزع لي إياها. بالنسبة لسمير سفير أكيد إنه كل سنة له حصة، لأنه أغانيه حلوة، نفسه حلو. في كمان من لبنان في سليم سلامي اللي اشتغلت معه إحساس جديد. هيدا الألبوم عمل لي أغنية حلوة كتير كمان لبنانية اسمها لمسة إيد، حتتصور كليب كمان. في يعني أسامي أنا شاغلة معها قبل، مثل وليد سعد، محمود خيامي، محمد رحيم، يلي لحن لي أغنية بتفكر في إيه. كان ملحن جديد أول مرة بشتغل معه اسمه محمد النادي، فإن شاء الله يكون كمان لي حصة جديدة معه، يعني لأنه كتير شاطر حسيته. انت بتعرفي تلعبي جيتار؟ أنا بلعب عود، بس إنه جيتار أصعب شوي علي. نانسي، أغنية بتفكر في إيه اللي أنت صورتيها كليب مع المخرج سعيد المروق، دايما كنا بنشوف في كليباتك دايما في قصة بتحصل طول الكليب. في الكليب ده ما لاحظناش قوي القصة، حسينا إن أنتم معتمدين أكتر أنت والمخرج سعيد المروق على يعني على الإضاءة، على الصورة الكويسة، ومتهيألي اعتمدتوا على إن يبقى في بادجت عالية في تصوير الكليب. هو أنا كليبات اجمالا دائما في اضاءه حلوه، دائما في صوره كويسه، بس يعني حتى استغربت انه كيف، لانه الكليب هيدا فيه قصه، يعني مثل كل الكليبات اللي صورتهم. بس يعني هي قصه بتحكي انه الشاب اللي عم بيصور معي كليب عازمني على موفي، بيبقى معه التيكيتات وبصير عنده انفجار بالمكتب، فهذا الشيء بخليه ما يسأل عن انفجار يلي صار، يعني كسر مكتب وسأل عن التو تيكتس، ضل حقهم لحتى وصل لعندي. كانوا الناس خلاص يعني عم يطلعوا من السينما وخلص الفيلم. فيعني هذه كانت فكرة الكليب. الولد حظه وحش ما لحقش يعني يخش الفيلم معاكي.